ازاي نشخص الحاله دي؟ طبعا يعني ايه احنا اول حاجه بنعملها هي طبعا المساله بتبقى باينه، بس التشخيص ده كلمه تشخيص تعني ايه بالنسبه لكم؟ لا، ما احنا عايزين يعني درجه الاعوجاج، وايه مؤثر على ايه، عامل مشاكل في ايه، وهنعالجه ازاي. فطبعا الاشعه اللي هي الاكس راي او الاشعه السينيه ده اللي بنبدا بيها دايما. بنلاقي اعوجاج او ضيق في القناه العصبيه وتزحزح فقرات، بيدينا زي ايه فكره عامه. لكن في الحالات دي لازم بقى بنعمل كمان معاها رنين مغناطيسي. الرنين المغناطيسي هيبين لنا الانزلاقات الغضروفيه في ضغط على انهي عصب، وانهي المكان اللي فيه القناه العصبيه، وانهي المكان اللي محتاج نعمل توسيع قناه عصبيه. فيعني وغير الاشعه المقطعيه، ليه الاشعه المقطعيه هتبين لنا انهي جزء من الفقرات فيه تزحزح اكتر، انهي فاسد جوينت حصل له خشونه اكتر فضغط على الاعصاب. فهي احنا على الاقل بنحتاج اكس راي وسي تي وام ار اي عشان نقدر نفهم المرض مؤثر على كم عصب وعلى كم مكان ونقدر نعالجه ازاي. هو ده التشخيص، يعني التشخيص مش مجرد ما هو باين في القعده، باين في الحركه ان الراجل او الست عندهم اعوجاج، بس هي ايه اللي حصل ما بعد هذا الاعوجاج؟ السؤال بقى، حكاويهم بيعانوا من ايه؟ يعني مثلا هل المساله الم ولا مساله كمان معاناه في الحياه اليوميه؟ ما هو حضرتك تخيل انت عندك بيز لاين الم في كل حركه. فالالم في حد عنده 55 سنه 60 سنه مزمن ما بيتحركش، يعني مزمن ما بيروحش، الالم ده حاجه مزعجه جدا. فاول مشكله للاعوجاج هي الالم الثابت مع اي مجهود. تاني حاجه اعراض ضيق القناه العصبيه نتيجه ان التزحزح الفقرات والاعوجاج مخلي القناه العصبيه اللي ماشي فيها الاعصاب بقت كونستريكتد من كتر. يعني يحصل ايه بقى ضيق في القناه العصبيه؟ يحصل تنميل وخدلان في الفخذ من ورا وفي الرجلين مع اي حركه بسيطه يعملها. يعني مجرد يقف دقيقتين، يمشي حوالي 100 متر، يلاقي في حركه، يلاقي مشكله جامده جدا في الحركه. مع التهاب في الاعصاب، الالتهاب في الاعصاب بيبان بقى يا اما في ضعف بسيط في الاعصاب، يعني تلاقي ضعف اعصاب رجليه بقت ما يحركهاش كويس، يا اما الم شديد شوتنج بين ماشي في اتجاه الدرماتوما ديستريبيوشن بتاع الاعصاب. وكلها حاجات يعني نقدر نقول ان هي بتنكد على الواحد عيشته للاسف يعني.